انفينكس بقالها فترة بتحاول تبني ثقة مع المستخدم في فئة تحت ال 6000 جنيه، الفئة اللي ناس كتير بتدخلها وهي خايفة ومتوترة لأنها ببساطة مش عايزة ترمي فلوسها في تليفون بطيء وبيهنج. السنة اللي فاتت الهوت 50 اي كان من أنجح موبايلات انفينكس في الفئة دي، جاب مبيعات قوية جدا وناس كتير شكرت فيه بسبب المعالج الكويس والكاميرات الخلفية المحترمة والسوفت وير المستقر. لكن لما نزل الهوت 60 اي أول حاجة حصلت الناس بدأت تسأل هل الموبايل ده نازل مصر فعلا ولا دي إشاعة؟ طب لو هينزل مصر هينزل إمتى؟ ولما ينزل هينزل بكام؟ طيب لو قررت تشتري تجيب الهوت 60 اي ولا السامسونج اي 05 اس؟ وكمان لو انا مش في مصر هل ده احسن موبايل في حدود ال 115 دولار ولا في اختيارات احسن منه؟ حلو، هي دي الاسئله المهمه، تعالى بقى اجاوبك عليها كلها. بس قبل ما نبدا ونخش في التفاصيل انزل دلوقتي اعمل لايك للفيديو، والاهم من كل ده انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات. ثواني بسيطه بس اجرك كبير عند ربنا. مش هطول عليك اكتر من كده، اقول طول ويلا بينا نبدا. السلام عليكم، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده معانا مراجعه كامله لتليفون انفينكس هوت 60 اي، وهنتكلم عن كل حاجه عنه من اول التصميم للمواصفات للمميزات والعيوب، وكمان هنقارن بينه وبين اقرب المنافسين ليه في نفس الفئه السعريه. يلا نبدا باول نقطه وهي التصميم والخامات والحمايه. الموبايل جايب تصميم بسيط جدا ووزنه 188 جرام والسمك 7.7 مللي، والخامات هنا كلها بلاستيك ظهر او فريم، وده طبيعي جدا في موبايل اقتصادي في الفئه دي. بس الملمس والتقفيل كويسين، يعني بشكل عام التصميم مقبول جدا بالنسبه لسعره. عامه دي تفضيلات واذواق. كمان الموبايل مقاوم لرذاذ الماء بشهاده اي بي 64، يعني لو اتبل شويه او شويه طرطشه بسيطه مش هيحصل له حاجه. كمان المفروض انه معاه شهاده عسكريه لتحمل الصدمات والسقوط لحد ارتفاع 1.5 متر، بس فكك منها وما تعتمدش عليها لانك لو قررت ترميه من الارتفاع ده هيتكسر عادي. نيجي بقى للشاشه واللي جايه بحجم 6.7 بوصه من نوع اي بي اس ال سي دي وبجوده اتش دي ودقه 720 في 1600 بكسل مع معدل كثافه حوالي 262 بكسل لكل انش. بس المميز فعلا هنا ان الشاشه بتيجي بمعدل تحديث 120 هرتز. كمان السطوع بيوصل ل 700 شمعه، فده يضمن لك استخدام مريح تحت الشمس ومن غير مشاكل. بصراحه في الفئه دي الشاشه تعتبر ممتازه جدا، 120 هرتز، سطوع عالي، حجم كبير، والوان محترمه. سواء بتتفرج على اليوتيوب او بتلعب او بتتنقل بين التطبيقات هتحس ان التجربه هنا سلسه وممتعه فعلا. نيجي بقى لمخ الموبايل وهو المعالج، واللي هنا هو الهيليو جي 81 التيميت. المعالج ده بقى منتشر في اجهزه كتيره الفتره دي، ومعروف عنه انه بيقدم اداء ثابت ومحترم جدا خصوصا في الفئه الاقتصاديه. يعني رغم انك بتشتري موبايل اقتصادي وسعره رخيص بس هتاخد منه تجربه استخدام ممتازه في المهام اليوميه زي فيسبوك، يوتيوب، واتساب، تصفح خفيف. كمان يقدر يشغل العاب زي بابجي بس طبعا مش باعلى اعدادات، لكن هتشتغل بدون تهنيج مزعج، وده منطقي لاننا بنتكلم عن موبايل اقتصادي. فالمعالج هنا كويس جدا ومناسب للفئه السعريه دي، يعني الاداء كويس لكنه محدود لما تبدا تضغط عليه. اما بقى بالنسبه للنسخ المتاحه فالموبايل بيجي بنسخه 256 جيجا مساحه و4 جيجا رام، ونسخه ثانيه 256 جيجا مساحه و8 جيجا رام، ودول النسختين اللي نزلوا في السعوديه. معرفش في مصر هتختلف ولا هتنزل نفس النسخ. كمان التليفون بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي لحد 1 تيرا، والجهاز بيجي بواجهه اكس او اس 15 مبنيه على اندرويد 15. السوفت وير خفيف، مفيهوش تهنيج واضح ومفيش اعلانات مزعجه زي زمان، بس للاسف مفيش تاكيد رسمي لحد دلوقتي ان الموبايل هياخد تحديثات مستقبليه، وده بيخلي نقطه السوفت وير فيها علامه استفهام كبيره. الموبايل بيجي بكاميرتين خلفيتين، لكن المهم هنا مش عدد العدسات، المهم هو الاداء الفعلي وجوده الصور اللي هتطلع من الكاميرات دي. الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل، والعدسه الثانيه مساعده وخاصه بالذكاء الاصطناعي وتعتبر ملهاش لازمه. اللي يهمنا هو العدسه ال 50 ميجا بكسل، وفي النقطه دي خليني اكون صريح معاك، الكاميرا بتأدي الغرض لكنها مش هتبهر اي حد. في الاضاءه كويسه هتطلع صور مرضيه جدا، لكن في اي ظروف تانية لو الاضاءه منخفضه مثلا الجوده بتروح في داهيه. اصلا النوت 50 اي كان جايب مستشعر مونسينيو كان بيطلع صور ممتازه سواء في الديناميك رينج او معالجه الالوان. في الهوت 60 اي غيروا نوع المستشعر وده مأثر بالسلب على النتيجه، فصباح الفل يا انفينكس. والكاميرا الاماميه 8 ميجا بكسل، وفتحه العدسه متوسطه، ومعالجه الصور على قدها خالص، يعني لازم تصور بيها في اضاءه كويسه عشان تاخد نتيجه يعتبر مقبوله. لكن لو جربت تتصور بيها بالليل التفاصيل بتختفي والوش بيكون باهت. الموبايل بيصور فيديوهات بجوده ال 1080 بالكاميرتين الاماميه والخلفيه. البطارية في الهوت 60 اي واحدة من اقوى نقاط القوة في الموبايل ده. البطارية كبيرة 5160 ملي امبير، كمان مع سرعة شحن 45 واط والشاحن جوه العلبة، ودي حاجة ممتازة جدا في الفئة دي لانك هتاخد علبة كاملة متكاملة مش ناقصك اي حاجة. الموبايل كمان بيدعم الشحن العكسي بقدرة 10 واط. المميز كمان ان التليفون بيجي بسماعات ستيريو كويسة جدا، ومدخل ال 3 و5 ملي للسماعات السلكية موجود برضه، وبيدعم معظم المستشعرات تقريبا زي مستشعر التقارب هاردوير، والجيروسكوب برضه هنا هاردوير، وبصمة في زرار الباور سريعة وما بتغلطش. كمان بيدعم خاصية ال NFC بس لنقل البيانات بس، يعني مش هتقدر تستخدمها في الدفع الالكتروني.
والجهاز بيدعم تسجيل المكالمات بشكل رسمي بدون ما يفضحك عند الطرف الثاني. كمان الشبكات هنا مستقرة جدا سواء الفور جي او الواي فاي، يعني استقبال المكالمات كويس جدا حتى في الاماكن اللي الشبكة فيها اصلا ضعيفة. قبل ما نكمل وندخل على العيوب والسعر، معلش ثانية بس من وقتك، لو لسه بتتفرج لحد هنا يبقى واضح ان المحتوى عجبك او على الاقل مهتم بالمعلومة، فلو حابب تدعمني عشان اقدر اقدم لك محتوى زي ده بجودة احسن، حط لايك للفيديو واعمل اشتراك في قناة البربري لو لسه ما اشتركتش. الموضوع مش هياخد منك غير ثواني بس هيفرق معايا جدا وهيشجعني اكمل. ويلا بينا نرجع نكمل المراجعة. بشكل واقعي مفيش موبايل كامل وكل جهاز له مميزاته وعيوبه. واول عيب هنا مفيش مايك اضافي لعزل الضوضاء، ودي واحده من اكتر الحاجات اللي تضايقك لو بتسجل صوت او بتتكلم في مكان فيه دوشه. تاني عيب نوع الذاكره الداخلي بطيء. وتالت عيب الكاميرا الخلفيه اضعف من الجيل اللي قبله، لان الهوت 50 اي كان فيه مستشعر من سوني محترم، اما هنا مستشعر ارخص والجوده بتاعته اقل في معالجه الصور. رابع عيب هو ان التليفون ممكن ما ينزلوش تحديثات اندرويد اصلا، يعني اخرك اندرويد 15 وخلاص، ولو نزل له هيبقى سنه بالكتير. نيجي بقى للسعر والمقارنة مع المنافسين. الموبايل حاليا نزل في السعودية بسعر 400 ريال لنسخة ال 4 جيجا رام و256 جيجا مساحة، يعني حوالي 5200 جنيه مصري، و450 ريال لنسخة ال 8 جيجا رام و256 جيجا مساحة، يعني حوالي 5900 جنيه مصري. يعني لو نزل مصر اكيد هيكون تحت ال 6000 جنيه، وده نفس اللي حصل لما الهوت 50 اي نزل. لكن خلينا نفترض الاسوأ، لو الموبايل نزل ب 6200 جنيه او 6300 جنيه مثلا، ساعتها المنافسة هتختلف ولا لا؟ بص، عندك السامسونج جالاكسي اي 05 اس جاي بمعالج اقوى في الالعاب ومعالجه الصور برضو احسن، وشاشه فول اتش دي وواجهه خفيفه وسوفت وير مستقر، وكمان سنتين تحديثات، وبسعر حوالي 6000 جنيه لاعلى نسخه. وعندك برضو الهونر اكس 6 سي، الشبكه ممتازه جدا ومعالج كويس والواجهه مستقره وخامات افضل، وبرضو سنين تحديثات اكتر من الهوت 60 اي، وبسعر حوالي 6200 جنيه لاعلى نسخه. بصراحة الهوت 60 اي بيحاول يقدم لك شوية حاجات حلوة في فئة تحت ال 6000 جنيه، زي شاشة 120 هرتز وبطارية ضخمة وشاحن سريع وسماعة ستيريو، وكل ده بيخليه منافس مش سهل خالص، خصوصا لو نزل بسعره قريب من الهوت 50 اي. بس في نفس الوقت لازم تبقى فاهم ان الكاميرا هنا اتراجعت خطوة، ونوع المعالج مش موجه للناس اللي بتدور على العاب تقيلة او تصوير احترافي، وكمان نقطة التحديثات حاجة مهمة لبعض الناس. في الاخر القرار قرارك وانت اللي هتدفع فلوسك، فاختار اللي يناسبك ويخدمك فعلا. انا كده قلت لك كل حاجه بالتفصيل وزي ما عودتكم من غير تطبيل ولا تهويل. لو استفدت من الفيديو سيب لي رايك في الكومنتات وقول لي ناوي تشتري ايه فيهم. كان معاكم محمد، واستنوني في مراجعه تانية قريب جدا، وسلام.